واول ما تخمر سيبها تخمر بقى لمدة 10 دقايق او ربع ساعة او سيبها ساعة ترتاح جدا، عشان تدي معاكي مساحة وتعملي ازاي كده ما تزنقيش. حطي في صاج تاني اكبر عشان الحتة اللي زي ما انتوا شايفين نفشت ازاي، يعني تبقى اطرى من اللي انا بعملها كمان. تحطي البيض عليها بقى الوش بالراحة خالص عشان الخمر ما ينزلش منك خالص. تمام، تحطي البيض عليها من فوق وبعد كده ترشيها بالسمسم. يخش الفرن لمدة 10 دقايق من تحت، وبعد كده تطفي الفرن من تحت وبعدين تشغلي الشواية لمدة دقيقتين بالظبط يحمر الوش. وهتاكلي أحلى وأجمل برجر هش من جوه وجميل جدا. وأشوفكم في فيديو جديد وادعولي، وما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وكل يوم هنزل وصفة جديدة وكل يوم معجنات جديدة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر شعبان. زي ما انتم شايفين كده دخلت الفرن وده طلع بعد شكله. بصوا عامل ازاي طري.